يا اهلا بالمزاجنجيه. ما تنساش تصلي على النبي في كومنت وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل ملخصاتنا الجديده. ويلا بينا على مزاج النهارده. فيلمنا بيبدا براجل اعمال ايفان بعد نجاح حملته الانتخابيه واصبح عضو في مجلس الشعب والدنيا بدات تلعب معاه، وبيشتري عربيه جديده وبياخد اسرته علشان يوريهم البيت الجديد، وبيكون بيت كبير وفخم وبيلاقي ان ابنه بيلعب مع الكلب اللي هناك. قال له الكلب نكسه يا ابني، ماشي الكلب ده من هنا. الكلب قال له ما تخليك في حالك يا عم انت، وعضه من رجله وقلع البنطلون وعمل له بيبي على النجيله. وبالليل بيلاقي القنوات كلها عنده وعن الاصلاح اللي هيعمله للبلد. وتاني يوم بيتفاجئ ان المنبه مظبوط على 6 و14 دقيقه وهو اصلا ظبطه على 7، لكن مش بيدي اهتمام الموضوع وبيلبس الحته اللي على الحبل علشان يروح المجلس. وقال لاولاده النهارده اول يوم ليا في المجلس، يعني لو حد عايز مني حاجه يشوف واسطه علشان يكلمني. وبيوصل لمكتبه وبيقابل ريتا السكرتيره وده مارتن المساعد بتاعه. ايفان قال لهم النهارده اول يوم ليا، اكيد مفيش ضغط شغل. قالوا له ان هم يا دوب 1000 مشروع هتقراهم مشروع مشروع بس. وفعلا بيفضل طول الليل شغال لحد ما النهار طلع عليه والمنبه بيشتغل 6 و14 دقيقه. برضه المشكله انه بيلاقي عربيه شحن جايبه له طلبيه قدام البيت، ونزل له قال له العنوان غلط يا اسطى، انا ما طلبتش خشب. قال له انا ماليش دعوه، انا بنفذ التعليمات، وساب له الايصال ومشي. لكن بيلاحظ ان مكتوب 614 نفس رقم المنبه، فحس ان في حاجه مش مظبوطه ودخل البيت اتفاجئ ان نفس الرقم على التليفون، ان دي اشاره. وبيروح يفتح الكتاب المقدس على الرقم ده وبيفهم ان مطلوب منه يبني سفينه. ولما بينزل يجري ناحيه الخشب بيتفاجئ بشخص غريب قاعد فوق الخشب. قال له انت مين يا جدع وعايز مني ايه؟ قال له انا جاي لك من السماء ابلغك رساله، وهي انك تبني سفينه ضخمه علشان تنقذ المدينه من الطوفان. قال له بالله عليك انا مش فاضي للهزار ده، انا عندي شغل كتير. فبيتفاجئ انه اختفى وبيحاول يقنع نفسه ان دي مجرد تهيؤات. وفجاه الشخص ده بيظهر له في العربيه فبيحاول يبلغ الضابط، لكن هو الضابط وبيتصدم اكتر لما بيلاقيه حواليه في كل مكان. وبيوصل لمكتبه وهو بيتلفت حواليه وخايف يشوفه تاني. ريتا قالت له انت هربان من حاجه ولا ايه؟ قال لها مالكيش دعوه، خليكي في الاندومي اللي في دماغك ده. وبعد شويه مارتن قال له جهز نفسك علشان هتدخل دلوقتي تقول القسم. وفعلا بيدخل المجلس وبيقول القسم مع بقيه الاعضاء، لكن بيكون خايف الشخص ده يظهر تاني. وبيتفاجئ انه واقف جنبه فبيغمى عليه وبيقع على الارض. ولما بيفوق رئيس المجلس قال له اغلب الناس بيحصل لها كده اول يوم شغل. ومارتن بيجيب دكتور يكشف عليه، بيتفاجئ ان الدكتور نفس الشخص برضه، وقال له لما ترجع البيت ابني السفينه. ولما بيرجع يقرا قصه سيدنا نوح عليه السلام. وفي الوقت ده جون بتدخل فبيخبي اللاب منها. قالت له انت بقى ليك كام يوم كده متوتر، هو في حاجه ولا ايه؟ فبيقول لها هو ممكن ينزل مطر في الصيف ويعمل طوفان؟ قالت له لا استحاله. قال لها انا بقول كده برضه. وتاني يوم بيلاقي حمام مستنيه في الشباك، وبيلاقي قطط واقفه له قدام البيت. ولما بيوصل المجلس زوج من كل نوع من الحيوانات مستنيه تقريبا كده عايزين ينقذهم من الطوفان، لكن هو بيهرب منهم وبيدخل المجلس. وبيدخل مكتبه وبيلاقي الطيور داخله من الشباك فبيحاول يقفل الشباك، لكن بعد فوات الاوان. المشكله في الوقت ده لونا بيدخل وبيتفاجئ بالمنظر ده. قال له انت بدات مشروع لمنع انقراض الطيور؟ ولما بينزل يركب العربيه بيتفاجئ بخرفان جواها فبينزلهم منها وبيخلع بسرعه. ولما بيرجع البيت الحيوانات بتحاصره من كل ناحيه، وفجاه بيظهر الشخص الغريب وبيمشيهم. قال له لازم تبني السفينه في اسرع وقت علشان تنقذ اسرتك والحيوانات من الطوفان، وبيدوا له كتاب هيساعده في بناء السفينه. تاني يوم لما صحي اتفاجئ ان دقنه طولت وكل ما بيحلقها بتطول تاني لوحدها فبيضطر يسيبها. جون لما شافته اتصدمت، قال لها ما حلقتهاش عشان النهارده عطله نهايه الاسبوع. وفي الوقت ده السمساره قالت له اشتريت لك الاراضي اللي جنب البيت زي ما طلبت. فاستغرب وقال لها اراضي ايه وبيت مين؟ اكيد في سوء تفاهم. وبيفهم ان الشخص اشترى له الارض دي علشان يبني عليها السفينه. فقال لمراته بصراحه انا اشتريتهم عشان هبني سفينه. قالت له سفينه ايه يا ابن المجنونه؟ من ساعه ما اشتغلت في المجلس وانت مخك لحس. وبيلاقي العربيات بتنزل خشب علشان يبني بيها السفينه فبياخد عيلته علشان يساعدوه، لكن الموضوع مش بسهوله اللي في دماغه. وتاني يوم شعره ودقنه طولهم بيزيد. ريتا اتصدمت من شكله وقالت له انت اشتغلت في المناجم ولا ايه؟ قال لهم الموضوع كبير ومفيش وقت احكيه. وبعد شويه لونها قابله وقال له عايزك في كلمتين في المكتب دلوقتي، انا بدات مشروع بناء سد وعايزك تدعمني فيه. وبيكون غرضه من المشروع انه يختلس فلوس، وايفا مشغول مع السمك اللي مش عايز يبعد عنه وبيحاول يخوفهم باي طريقه، لكن مفيش فايده. ولما بيرجع بيكمل بناء السفينه، ولما بيطلع من الحمام بيلاقي هدوم شكلها غريب وعليها رساله بتقول انه لازم يلبسها. جوان لما شافته بالمنظر ده قالت له عايزاك في كلمتين من الاخر كده، انت مريض نفسي ولازم تكشف. قال لها انا هقول لك على الصراحه ومش هخبي عليكي، جالي ملك وبلغنا ابني سفينه علشان يحصل طوفان، وكل ما بحلق دقني بتطول تاني، حتى الهدوم دي هو اللي جابها لي. قالت له مش بقول لك لازم تكشف؟ وتاني يوم بيعمل دقنه دي الحصان وبيطلع على الشغل، لكن البدله بتختفي وبيطلع بلبوص. موظفه البريد قالت له مش حاسس بهوا؟ قال لها ما
تحترمي نفسك يا وليه، انت صغيره ولا ايه؟ يا فضيحتي ايه ده؟ فين الهدوم؟ وبيفهم انه لازم يروح شغله بالهدوم دي، بس بيشغل دماغه وبيلبس البدله فوق الهدوم وبيوصل المجلس بشكله ده. ولما بيجي دوره بيقوم علشان يقول كلمته، لكن البدله بتختفي وبيكون شكله وحش وسط الناس، والطيور والحيوانات كلها بتتجمع حواليه في المجلس، والتلفزيون بيصور والعالم كله بيشوف. فقرر يعترف بكل حاجه قدام الناس. قال لهم جه ملك وقال لي ابن سفينه، لان في طوفان هيحصل يوم 22 سبتمبر، فبيفتكروه اتجن وبيطلعوه بره المجلس. ولما رجع البيت جوان قالت له هاخد العيال واقعد عند امي يومين لحد ما تفوق من التخريف اللي في دماغك دي. وبيستمر في البناء علشان يخلص السفينه قبل يوم 22، والقناه بتصور والعالم كله بيستنى يوم 22. يقول لما شافته في التلفزيون بترجع في كلامها لان العالم كله ضده ولازم تقف مع جوزها، وفعلا رجعت هي واولادها علشان يساعدوه. اتفاجئوا ان شكله بقى عامل كده، وحطوا ايديهم في ايدين بعض واشتغلوا كلهم، حتى الحيوانات اشتغلت معاهم. وبيجي يوم 22 وبيتم بناء السفينه بالكامل، والعالم كله مستني اليوم ده. المشكله مش بيحصل اي فيضان، وايفن بيكون متضايق وشكله وحش قوي قدام الناس قالوا له انزل يا مجنون. قال لهم وعد الله لو حصل فيضان هتقطعوا دساكر قبل ما تركبوا، والشرطه بتجيب ونش علشان تكسر السفينه، وقال له قدامك 5 دقايق، لو ما نزلتش هنكسر السفينه بالله عليها. وفعلا بينزل مع اسرته وهو حزين وفقد الامل. في اللحظه دي السد انفجر، وفعلا بيحصل طوفان، والناس اللي كانوا بيتريقوا عليه كانوا بيتسابقوا على اللي يدخل السفينه. قال لمراته اقطع لهم الدساكر يا وليه، اعملها يا مصلحه. والطوفان بيشيل الاخضر واليابس وبيفضل ماشي بالسفينه لحد ما بيوصل للكونجرس الامريكي، والسفينه بتقف نتيجه التصادم، وبيلاقي لونه قدامه. قال له لا معلش ما لقيتش ركنه بره، فقلت اركن هنا. وقال له السد بتاعك هو السبب في الفيضان، لان كل همك تسرق فلوس وخلاص. وفعلا الرؤساء بيعزلوه من منصبه وبيحققوا معاه وبيسمحوا لايفن يرجع الشغل تاني، وبكده بيكون انقذ الناس والحيوانات من الموت، وبيرجع لشكله الطبيعي تاني، وبياخد اسرته الحديقه علشان يغيروا جو وينسوا اللي فات. وبكده يكون انتهى فيلمنا النهارده. كتب ومنتج منتصر كمال الدين، اعداد وتقديم عمر عبد العزيز. اشوفكم على خير، سلام.